وليه وانا بتفرج على برومو فيلم خلي بالك من نفسك حسيت ان الفيلم ده بطولة ياسمين عبد العزيز، وان احمد السقا هو رقم 2 جاي يخدم عليها. يا راجل ده حتى المشاهد السلو موشن كلها لياسمين عبد العزيز، يعني طبعا غير ان ياسمين عبد العزيز اصلا بتحب المشاهد السلو موشن، وحتى الافيهات اللي بتتقال على شغل حد فهي بتتقال على شغل ياسمين عبد العزيز، زي ننسى اللي فات لا ننسى اللي كان. نزل البرومو الرسمي لفيلم خلي بالك من نفسك بطولة ياسمين عبد العزيز واحمد السقا، والفيلم ده هينزل في اخر شهر 7، يعني خلاص بنتكلم تقريبا في اسبوعين، وده يعتبر من اكتر الافلام المنتظرة على اعتبار انه احمد السقا وياسمين عبد العزيز ما وقفوش مع بعض اصلا ابطال قبل كده خالص في السينما. يعني اخر عمل جمعهم مع بعض كانت مسرحية كده اوكي، وبرده ما كانتش تتصنف بطولتهم هما الاثنين، يعني ده كان هما الاثنين وفي هاني رمزي وفي شريف منير وفي منى زكي، فكانت بطولة جماعية. الفيلم برده بيشارك فيه زي ما كان باين في البرومو لبلبة وميشيل ميلاد، وضيوف الشرف اللي باينين في البرومو كريم فهمي واياد نصار. طيب اللي واضح من برومو فيلم خلي بالك من نفسك ان قصته بتحكي عن واحد بيدور على عروسه، وهو شغال كده شغلانه كيوت مذيع راديو حاجه زي اسامه منير، لحد ما بيقابل ياسمين عبد العزيز، بينبهر بيها وقد ايه انها كيوت ولزوزه وعسوله، وبعدها بيكتشف انها ليها وش تاني خالص، وليها بقى في العصابات وبتزعق وبتشتم وبتعمل حاجات، يعني شخصيه سترونج. مش عارف وانا بتفرج على البرومو، رغم يعني انا عدت البرومو اكتر مره، حسيت ان القصه دي شبه حاجه انا مش قادر احدد ايه هي بصراحه، يعني ما قدرتش اقفش انهي فيلم انا شفته كده، بس يمكن لمس مثلا معايا شويه في مستر اند ميسز سميث، في شويه منه، وبرضه حسيت الفكره بتاعت فيلم روكي الغلابه، اللي هي شخصيه هي اللي بتضرب وبتكسر والراجل هو اللي ضعيف او جبان، برضه ده اللي باين في البرومو. يعني القصه ممكن تبقى ليها حاجه تانية، وده اللي هم بيوروه لنا في البرومو، ده هيبان لما الفيلم ينزل. لكن لما شفت البرومو عندي مشكله لازم اقولها، مش قادر امسك نفسي. المشكله بتاعت السن، يعني هل يعقل ان احمد السقا اللي هو اصلا اتجوز وانفصل ومخلف وعياله كبار وفي منهم حد بيمثل، يبقى لسه طالع انه واحد قاعد مع عمه في البيت وبيدور على عروسه وفين العروسه الحلوه؟ اعتقد ده سنك مش كده خالص يا سقا. خليني برضه اقول عشان اكون حقاني ان برضه السن بتاع ياسمين عبد العزيز مش منطقه انها لسه عروسه وعريس بيشوفها، يعني مش حاسس ان دي راكبه عليهم، ومستغرب ان ده يطلع من السقا وياسمين عبد العزيز، لانه الاثنين عدوا المرحله دي. يعني احمد السقا اخر فيلم ليه اللي هو فيلم احمد واحمد، ما هو كان طالع خال احمد فهمي وطالع قريب من سنه، يعني من سن السقا الحقيقي. ياسمين عبد العزيز في مسلسلاتها لو اقف مثلا عند وننسى اللي كان اللي هو اخر مسلسل، هي كانت طالعه في دور شخصيه جليله النجمه اللي هي برضو سنها قريب من سن ياسمين عبد العزيز، وطلعت متجوزه وانفصلت وعندها طفله. فانا مستغرب ان انتوا الاثنين عارفين ومدركين ان احنا في سن معين فبنمثل شخصيات شبه سننا. ليه بقى في الفيلم ده راجعين الحته دي؟ اتمنى يعني برضو ده اللي ظهر لي من البرومو، اتمنى ان يبقى فيه مبرر، واتمنى ان ده اكون انا فاهمه غلط، يعني عشان دي بجد بتبقى حاجه بتفصل شويه. ده لا ينفي ان بشكل شخصي سعيد جدا بفكره ان الاثنين دول هيشتغلوا مع بعض، واعتقد ناس كتير جدا مستنيين يشوفوا اللقاء ده، وسعيد برضو بفكره عوده ياسمين عبد العزيز السينما، لانه ياسمين عبد العزيز في الافلام كان ليها ستايل مختلف، وهي فتره كده توقفت وركزت في التلفزيون. وخليني اقول ان من الحاجات اللي محمساني برضو جدا الفكره نفسها، فكره انك عكس، يعني عملت عكس التوقعات، خليت ياسمين عبد العزيز هي اللي بتضرب وشخصيه قويه، وان احمد السقا هو اللي شخصيه ضعيفه وجبان. يعني هي طبعا الفكره دي تاني هقول اتقدمت في فيلم روكي الغلابه، ان الست هي البودي جارد او قويه والراجل هو اللي جبان، بس هنا بقى الفكره نفسها في السقا، يعني السقا ده طول عمره بيعمل اكشن، لما اشوفه بقى في شخصيه حد جبان دي هتبقى حاجه مختلفه. ياسمين عبد العزيز مش فاكر ليها شخصيات كتير انها طلعت الست القويه، يعني حتى في فيلم ابو شنب هي كانت طالعه ظابط بس مش ست قويه وتكسر وعصابات، ده الجديد هنا او ده اللي يخليني متحمس شويه. ولكن رغم حبي الشديد لياسمين عبد العزيز عندي مشكلتين في البرومو، واتمنى انهم ما يكونوش في الفيلم، يكون مجرد البرومو هو اللي ظالم الفيلم. اول حاجه ان ما حسيتش ان في ضحك كافي يحمسني للفيلم باسم ياسمين عبد العزيز واحمد السقا. يعني لو ده برومو لاي فيلم عادي هقول تمام، في حاجات مضحكه في حاجات تمام، بس انت هنا بتتكلم في ياسمين عبد العزيز، المفروض ان دي الوحيده في جيلها اللي كانت بتعمل ايرادات عاليه جدا في السينما. بتتكلم عن احمد السقا اللي هو برضه ليه ايرادات وتاريخ كبير
كبير جدا في السينما، فانهم اول مره يجتمعوا مع بعض. البرومو ده كان لازم يبقى برومو فاجر، يعني برومو ينزل انت تفضل فاكره حتى لما تخش الفيلم. ده ما حسيتش اظبط حاجه. حتى كمان ان نروح للافات بتاعت وننسى اللي فات لا وننسى اللي كان، هي لطيفه وتخليك تبتسم وكل حاجه، بس مشكله الافات دي عمرها قصير، لانه كمان سنه ما هي ياسمين هتنزل مسلسل تاني فهننسى المسلسل اللي قبله. حاجه تانية هي دي ما تضايقنيش، بس خليني برضه اقولها، البرومو ما بينش الكيمياء بين السقا وياسمين عبد العزيز شكلها ايه. يعني لا بين ان في بينهم كيمياء جباره، ما فيش مشاهد انا شفتها كده، ولا برضه بين ان الكيمياء بينهم ضايعه. يمكن ده من ذكاء البرومو ان هو يخليني متشوق، لان انا واثق ان ده جزء كبير جدا من هيبقى من دعايه الفيلم. يا ترى ياسمين والسقا مع بعض المشاهد اللي بينهم شكلها ايه. خليني اقول انه الفيلم ده بيراهن على حته خطر قوي. يعني هو الضحك هنا او الفيلم بيبيع نفسه على فكره الابطال، فكره السقا وفكره ياسمين عبد العزيز. فكره ان السقا نجم الاكشن مش هيعمل اكشن، وفكره ان ياسمين عبد العزيز النجمه اللي المفروض حتى كمان في اخر كام سنه في الدراما هي بتعمل دور الست اللي بتعيط اللي بتحب، رومانسيه جدا، ان دي هتعمل اكشن او هتعمل انها شخصيه جديده وبتزعق وبتشتم. المراهنه هنا حاجه من الاثنين، يا اما تطلع فيلم مضحك جدا 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 جدا، يا اما تخيش منهم ويطلع فيلم وحش جدا. بشكل شخصي اتمنى انه يطلع حلو. اثنين سواء السقا سواء ياسمين عبد العزيز يبقوا قويين جدا في الشخصيات اللي هيعملوها ويقدموا لنا مفاجآت في الفيلم، لانه فعلا ده فيلم منتظر وناس كتيره جدا. يعني حتى لو انت مش فان لياسمين عبد العزيز مش فان للسقا، فكره الاثنين مع بعض هتخليك عايز تتفرج. اتمنى ان يعني الفيلم يبقى خد المخاطره بس يبقى لعبها صح، وفي الاخر نشوف نتيجه حلوه جدا. وبالمناسبه خليني اقول، بما ان الفيلم ده انا قلت قبل كده انه تصنيفه اكشن كوميدي، لما شفت البرومو هو كوميدي اكتر منه اكشن. يعني الاكشن اللي موجود هنا هو مش الاكشن بتاع السقا، هو الاكشن زي كده برضه فيلم روكي الغلابه. انا عارف اديت المثال ده كتير النهارده، اللي هو اكشن بنطعم بيه عشان نضحك. يعني اعتقد ياسمين عبد العزيز مش رايحه تعمل اكشن بقى ومطاردات وحاجات، لا هو الاكشن اللي يضحك. هو الفيلم تصنيفه رقم 1 كوميدي، يجي بعدينه مطعم اكشن. من الحاجات برضه اللي مخليني متفائل بالفيلم وجود ميشيل ميلاد. يمكن بشكل شخصي انا بحب ظهور ميشيل ميلاد، ومن ساعه فيلم الساده الافاضل انا بحسه ممثل موهوب وتقيل ودمه خفيف جدا، وبرضه كان في مسلسل هي كيمياء. اعتقد انه هنا كمان لما شفته في البرومو رمى كام حاجه ضحكتني، فاتمنى ان يبقى واخد مساحه كبيره وسط اتنين تقال زي ياسمين عبد العزيز واحمد السقا، لان هو يقدر يسد ويقدر يعمل كوميديا حلوه جدا. لو عندي تعقيب واحد كده هختصره على البرومو بتاع فيلم خلي بالك من نفسك، رغم انه برومو بشكل مبدئي كويس، بس بقول ان كنت متوقع منه الاعلى، لان انت بتتكلم عن فيلم ياسمين عبد العزيز وفيلم احمد السقا واول لقاء بينهم، والفيلم بقاله فتره بيتمهد له او بيتعمل له دعايه ان ده لقاء ما حصلش قبل كده، فكنت اتمنى ان يكون في برومو اعلى من كده. وانا برضو مش عارف يعني هل ده البرومو الاخير، يعني مفيش حاجه هتنزل لحد ما الفيلم ينزل، ولا هينزل برومو تاني. انا برضو ده ما قدرتش احدده، بس ده لا ينفي ان في حاله كبيره جدا من الحماس، وده باين حتى هتلاقي الناس بتعلق ان عايزين نشوف الاثنين دول مع بعض شكلهم ايه، لانه احمد السقا وياسمين عبد العزيز هم يعني من الجيل اللي في اوائل الالفينات. اتمنى نبقى عندنا مواكبه للضحك الجديد، يعني ما نبقاش لسه واقفين عند ايام صعيدي في الجامعه الامريكيه. الدور هنا اكبر على ياسمين عبد العزيز لان هي اللي ليها قوي في منطقه الكوميديا وتحديدا في السينما. بالنسبه لاحمد السقا عندي بس عتاب صغير عليه، المفروض ان انت نجم وبطل، وانت حتى قلت على نفسك قبل كده انا ميجا ستار، محتاج تراجع ادوارك شويه. بقول انه هنا معرفش دورك هيبقى شكله ايه، وارد يبقى حلو جدا، بس حسيت انه فعلا انت رقم 2 بعد ياسمين عبد العزيز، وان كان اعتقد ان انتوا الاثنين تتصنفوا نجوم صف اول. انت في احمد واحمد ماشي كانت بطوله مشتركه، بس انا كنت قادر اشوف انه احمد السقا واحمد فهمي الاثنين زي بعض. اقول هنا اللي وصل لي من البرومو ان انا حسيت ان هي البطله وان انت رقم 2. يمكن يبقى برضو ده احساس غلط، يمكن يبقى البرومو هو اللي ظالم كده، بس لو انت قبلت انك تعمل كده اعتقد انك محتاج تراجع ده، لانه المفروض انك ليك افلام، ان كان يعني ده تحفظ على حاجات انت عملتها مؤخرا، لكن زمان انت ليك افلام تقيله جدا، فالمفروض ما ترجعش تبقى رقم 2 وانت تقدر تعمل حاجات تقيله وتبقى رقم 1. طبعا فكره الثنائيات وتحديدا ثنائيات النوستالجيا دي اللي هي بتاعت الجيل اوائل الالفينات بدات ترجع بشكل قوي. يعني دلوقتي احنا بنشوف في ياسمين عبد العزيز واحمد السقا، لسه في على شهر 8 هيبقى في محمد هنيدي ومنى زكي، وان كنت انا مش متفائل بالفيلم، ولكن عموما فكره الثنائيات دي انها ترجع الراجل والست دي عجباني جدا. من وجهه نظركم مين اكتر ثنائي من الجيل ده انت منتظر وتشوفهم مع بعض؟ يعني احنا بنتكلم بقى الجيل ده يعتبر تقريبا يعني احمد السقا واحمد عز وكريم عبد العزيز ومنى شلبي ومنى زكي، يعني هنيدي يمكن قبلهم شويه، وهند صبري واحمد حلمي طبعا كانوا موجودين في بدايه الالفينات، طبعا مع اختلاف السن بينهم. مين من دول نفسك تشوفهم ثنائيات مع بعض؟ اكتبوا لنا ارائكم في التعليقات.
خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس. لو انت اول مره تشوفنا، لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده، هترجع في القناه هتلاقي سلسلتين: سلسله ملخصات لافلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، او تريلرز لحاجات لسه هتنزل. وفي سلسله هبديه هزليه في حب الفنانه الفلانيه، غير سلسله 10 افلام ومسلسلات مسرحيات. فيعني معاك وقت، جهد، باقه، طاقه، ناقه، ماقه، خد لك لفه، قول لي ايه اللي عاجبك ايه اللي مش عاجبك. وبنختم بالكلمه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غورو.